السلام تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله والصلاة وبركاته. والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بالحمد لله عز وجل نبدأ، وبالصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هم عنا هذا الشيء وهو بخير لنا، ونبارك بما يحصل بثورتنا، ونبارك ونعتز بإيماننا وبثقتنا بالله عز وجل بالنصر الآتي لا محالة على هذا الطاغية بشار. قدمنا اليوم شهيد تم خطفه منذ 7 أيام، عثر عليه اليوم جثة هامدة مرمية في الطريق، وهو نمر رجوب عمره 25 عاما. تم تشييعه اليوم وتم قتله تحت التعذيب بطريقة وحشية من هذا النظام، وتم أيضا قطع لسانه. أما في الوضع الميداني اليوم قامت الجيش العصابات الأسد الفاسد بقصف سيارة إسعاف تابعة لمنظمة الهلال الأحمر في حي الخالدية، ورفعناها على اليوتيوب بس لأنه حاول إجلاء امرأة مصابة. تم قتل وحرق بالكامل، يعني الجثث طحنت داخل السيارة، لا قدرنا ننشلهم ولا قدرنا، يعني السيارة تحترق، ايش نطفيها؟ اتصلنا بالدفاع المدني، قالوا خلي الثورة تنفعكم، وكان اطلاق الرصاص كثير على السيارة، وموجود هذا الفيديو عندكم على اليوتيوب. الحمد لله رب العالمين. كمان شيعنا اليوم نزف اليكم الشهيد المعاق خليل المشنكر، أب 8 سنوات، وحيد، وهذا الطفل لديه أطفال آخر. هذا كان معتقل في سجون صدنايا، تم معتقل 12 عاما، وهذا الإعاقة في قدميه تمت من تحت العصابات على دور المقبور الذي لم يغفر له إن شاء الله حافظ. هذا الرجل تم وهو خرج معاق، وسبحان الله رزقه الله إن شاء الله بهذه الشهادة بأكثر من 20 طلقة برصاص الأمن الفاسد من على حاجز أيضا الخالدية، من حاجز المطاحن هذا مكثف. ووجد حتى أخبار أن هناك مقاتلين من الجيش العراقي التابع لمقتدى الصدر، وما يدل لنا على ذلك وجد شرائط على الأكتف. نحن الجيش لا يضع شريطة على كتفه، هؤلاء يضعون يميزون بشريطة سوداء على الساعد الأيمن. تم رشه وهو على دراجة نارية ذو 3 عجلات بأكثر من 20 طلقة، والشهيد موجود على اليوتيوب. الرصاص استهدف القلب، الخاصرة، الفم، الرأس. الرصاص أخذ من الفم، خرج من الرأس، يعني وما قدميه من الإعاقة موجود أيضا وهو داخل المتجه. كيف يظهر لكم اتفاق الأقدام فيما بينهم. أيضا وصلنا من عند العصر استشهاد امرأة، لكن لم يتم تأكيد الخبر، أصيبت وتم إسعافها إلى مشفى ميداني، لكن إلى سياق إسعاف التابع لمنظمة الهلال الأحمر، وهي خارجة يا أخي. تم قصفها بقصيف من الجيش الأسدي، وأحرقت بالكامل هي والطاقم بالكامل، وتم حصار على منظمة الهلال الأحمر من الجيش الأسدي. حاصروا منظمة الهلال الأحمر لنفي أي خبر عن هذه القضية التي قام بها الجيش الفاسد ونشر الخبر. يعني أخي الهلال الأحمر كنا نتحدث من أكثر من أيام ونحن نتواصل معكم. هذه المنظمة ليس لديها أي حقوق على الأراضي السورية، لا تستطيع الدخول إلى حيث تستطيع الدخول لاستيعاب أو إجلاء المصابين من الأراضي أو من منازلهم. تم إحراق أيضا منزل في شارع القاهرة
من نفس يا أخي عريس وعروس لا يستطيع. قال يا أخي إن شاء الله لا تظهرونه على اليوتيوب، نخاف من التورط من الذي قام بالتصوير، من الحاجز يبين كيف تم الشباب الناشطين على الأرض سبحان الله استطاعوا كيفية ضرب المدرعة هذا المنزل الذي استهدف وتم حرقه بالكامل. ولله الحمد أيضا خرجت حرائر، اليوم خرجت حرائر حمص من أكثر من حي، والوثائق موجودة عندكم على صفحات اليوتيوب. أيضا خرجت وبهمة عالية وبدعاء بالفرج عن جميع المسلمين، وطلب حظر جوي وطلب دعم للجيش الحر. كفاية يا أخي هذا المهل وهذه التدارك ما بين أردوغان وأمريكا. العقوبات تقتل الأطفال، العقوبات تقتل النساء. امرأة يا أخي تم حرق جسمانها بالكامل داخل سيارة إسعاف، شباب متطوعون لنجد إسعاف الناس يتم قتلهم وحرقهم بالكامل. رماد السيارة رماد هي ومن داخلها. قمنا بالاتصال بالفوج الإطفاء، قال يا أخي هذه الثورة أنتم الذين طلبتموها، اجعلوا ثورة من أو العرعور، اجعل العرعور، قل اتصل بالعرعور خلينا نرسل لكم سيارة لتطفئ هذه النار. نحن والله بعلمائنا الذين موجودون في سوريا وبالعلماء الصادقين لله تعالى، الصادقين لما أمر الله تعالى، نحن معهم حتى آخر قطرة دم. هذه الحرية سوف ننالها غصب عن وآل الأسد موالين الأسد وكل من شد على أيدي الأسد. والله ناصرنا، والله ناصرنا، حسبه الله ونعم الوكيل، إن الله ناصرنا. وسوف تشهدون يوم القيامة بهذا الشيء. النصر لنا، النصر لنا. كفاية تماطل، تعالوا وتدخلوا، نريد حماية المدنيين، نطالب بحماية المدنيين. إلى متى هذا النسف الدم السوري؟ مجازر ترتكب، أصبح في إدلب وفي درعا. أيضا أخذوا جثمان الشاب السعودي، تم نبش القبر من الجيش الفاسد الأسدي وأخذ الجثة، والإعلام السوري يعلن عن مقتل إرهابي سعودي. أين الملك السعودي الذي يطالب عن يا أخي شعوبة؟ هناك أمير أو قائد عربي يستطيع التدخل لحماية الشعب السوري الذي ينزف كل يوم ويقتل؟ الفاجر الظالم. إلى متى هذا؟ والله لتحاسبون جميعا، والله كل من يقصر بدماء المشايخ العلماء سوف يشهد الله عليهم يوم القيامة، وسوف يسعرون بنار جهنم عندما يقولون قوة الحق. إلى متى هذا التأخير في نصر إخواننا؟ ليس في سوريا فقط، وما يحصل في اليمن وما يحصل في مصر، الدم الذي نزف في مصر، نفس الدماء التي تنزف في سوريا على طريق الحرية وعلى الكرامة ولي الديمقراطية التي نحن خرجنا لأجلها ولن نعود إلا لأجلها. أطفال وحرائر اليوم، أطفال وحرائر تنزل الشارع. ألا يوجد رجال تتدخل لموقف لوقف نزيف الدم؟ النساء تقتل، الأطفال يقتل، العرض ينتهك، المعتقلين يعذبون. وهنا شاب من درعا الأبية، درعا أم الثورة، أعلن انشقاقه وانضم إلى الجيش الحر بإذن الله تعالى. سوف نرسله إلى الجيش الحر بعون الله تعالى، وهو شاهد على كل الجرائم والظلم الذي تم ضد الإنسان وضد الإنسانية. المشفى العسكري سوف يصل لكم وأنا هو الآن معكم إن شاء الله. هذا والمظاهرات خرجت وسوف تبقى تخرج بإذن الله تعالى حتى إسقاط هذا النظام الفاجر، النظام الذي لا له لحظة ولا له أي عبرة لهذا الإنسان. الإنسان يقتل، الإنسان يذبح. النصر لنا، النصر لنا، النصر لكل من يخرج في سبيل الله لنيل الحرية. والدعاء لنا ولجميع المسلمين المحاصرين، لإخوان الفلسطينيين واليمن ومصر، وإن شاء الله كما نعم إخواننا في ليبيا وتونس إن شاء الله
النصر ينعم إلينا ماضون حتى إسقاط هذا النظام. وشكرا لكم. الآن معكم الأخ والله ما أنا نعرف ما نصلح. الرجل ابن الكرامة ابن الحرية سوف نصلكم به الآن. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. يا ريت تعلي صوتك بس شوي. أنا من درعا. حي الله درعا وحي الله أبطالها وثوارها. الله يسلمك فيك. أنا بعد انشقاقي عن الجيش. الجيش الظالم يسحب الناس على المشافي، يقتل الناس بالمشافي، يلفيهم بالبطانيات العسكرية، يسحب منهم الدم للضباط، يعملون جرائم كثيرة يعملون بالجيش. الجيش أي عسكري ينشق يقوت أهله، يهدموا البيت، الأهالي، العائلة، كل شيء، ما يخلوا شيء، يهدموا كل شيء، موتونا، ما خلونا حدا. أنا بعد انشقاقي عن الجيش، أنا تبعت أسلع الجيش الحر. حياك الله حيا الله البطن اللي حملتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله بكم وحفظكم الله من كل مكروه. تفضل أخي تفضل. سؤال الشعب الظالم، سؤال الجيش، سؤال الجيش عم قتل الناس يوميا. والله العظيم موتونا، والله العظيم عم بشوف عم بتفوت شهداء كثيرة، شهداء يقطعوها، شهداء يموتوها، ما عندهم رحمة، ما عندهم مشكل، بس يسحبوا الدم للضباط، يسحبوا الدم ويلفوها هذول بيلفوهم يزتوهم بالزوايا. طيب ما يخلوا حدا. طيب والله يذبحونا. طيب أخي، هل في حوادث معينة كنت شاهدا عليها من قتل وإجرام أسدي ضد المدنيين العزال؟ والله كثيرة. اذكر لنا يعني حادثة أو كذا، أو ما شرط تحدد المكان أو كذا خوفا عليك يعني، بس ممكن أن تذكر بشكل عام حادثة معينة وعدد الشهداء أو الجرحى الذين سقطوا فيها ومن كان يقوم بذلك. والله العظيم ما تروح على المشفى العسكري بالوقعر، مقابل الكلية العسكرية، كلية الإشارة والتابعة الجوية، كلهم والله العظيم قتلونا. في صبي صغير عم يقولوا لي قوسوا، قلت لهم شو متى قوسوا؟ عم يقول لي بدي حرية. الحرية عم يطلب فيها الصبي، شو متى قوس الطفل الصغير؟ شو متى قوسوا؟ اقوسوا ما له ذنب. شو عمل لي حتى قوسوني، حتى ضربوني الصوت بجري مشان اقوسوا. الله ينتقم منهم، الله أكبر عليهم. طيب يعني والله مقتونا، والله العظيم مظاهرات عم نطلع فيها العالم عم تطلع فيها سلمية وعم بشوفهم أنا. هاي لما كنت عسكري عم بشوفهم عم يقولوا لي امنع مظاهرات، عم بقول لهم شعب عم بيطلع بده مظاهرات، ما لي علاقة فيهم، قاعد قوت عليهم بس خليهم يتفردوا. شو يتفردوا من شو؟ الشعب بده حريته، الشعب بده حريته، ما بدنا على هذا الجيش الظالم اللي يقتل الناس يوميا. في عندك جيش عم بقول لك امر من الضباط بيقتلوا الناس يوميا. يعني ما في والله العظيم كل يوم على المشفى العسكري يا بقول 30 واحد 40 يوميا ورا المشفى العسكري اندفن كثيرا من الشهداء، كثيرا، وناس تتقطع، والشهداء في منهم يلفوهم بالتبعات البطانيات العسكريه، يحطوهم بالزوايا، يبرشوا يدعسوا عليهم، الطايف والطالع يدعس عليهم، يقولوا لهم انتم كلاب، يقولوا لهم انتم هيك. شو هذا؟ وين نحل هالمشاكل؟ وين؟ ما في ولا اي دوله عم تتدخل، ما في. كل يوم يقولوا شو هذا؟ كل يوم يقولوا لنا معلونا شكل، معموله، ما والله العظيم موتونا، والله موتونا. انا بعد انشقاقي عن الجيش، بس انا بدي حمايه لاهلي ولا عرض الناس ولكل المواطنين.
وطني حمايه، بدي حمايه. بدي اقول لك عن اسمي، يعني بدهم يقطعوا اهلي بالصيع، بدهم يهدموا البيت، بس والله العظيم والله ما بقدر اعطيك اسمي مشان لا يروح. بس انا مو على نفسي خايف، انا مو خوفي على نفسي، خوفي على اهلي، والله بس خوفي على اهلي، بس هذا خايف عليه، وخوفي على عرض الناس، على عرض الناس بس خوفي. بروح يسوي كثيرا بالنساء، كثيرا بالنساء، يعني ما والله العظيم في من رفقاتي اعلنوا انشقاقهم وقالوا اسماءهم، وراحت فضحت عروضهم، وواحد من اصحابي ومن جيراننا فضحت عرضه. شو بدهم يظهروا للعالم؟ شو بدهم يقولوا للعالم؟ شو بدهم يقولوا لهم بعد ما يقولون هذول مخربين؟ وين المخربين؟ وين المخربين؟ موت الشعب وهم يقولوا مخربين. معمولة يقولوا لنا مثلا والله هاي مخربين يجون على الكليات كلها، عند المشفى العسكري يقولوا لنا هذول عصابات ارهابيه اقتلوهم، هذول الشعب كله عصابات ارهابيه. ما يقولوا لنا اللي بده يجي يقدم قدام المشفى العسكري انهوه موتوه. اما اقول لهم شو هذا الظلم؟ شو بدي اقوس اذا ما في معه شيء، اذا ما عم بيعاديني، اذا ما عم يسوي لي شيء، عم نطلب هذا بده حريه. موت الشعب، والله موت الشعب، والله العظيم ما اعطيك اسمي، والله العظيم لا انكتب، والله العظيم بدنا الجيش الحر، بدنا حمايه الثانيات، بدنا حمايه شلون ما كان تحمونا الجيش الحر. الجيش الحر الثانيات اذا بده يطلع بده يسوي اي عم بيقتلوه، عم بيطلعوا لعرض الناس، اي اهله عم بيطلعوا بيسووا اي جرائم الضباط اللي مشقوا من الجيش على عرضهم، على قرايبينهم، عم يقتلوا من قرايبينهم، قلنا ما هذا من قرايبكم، بدنا نقتله، بدنا هيك. والله العظيم في ناس كثيرا تفوت على المشفى العسكري، كثيرا اذا بتروح على المشفى العسكري وتشوفوا قديش القتله، وتشوفوا قديش الجرحى جوا يقتلوهم. والله العظيم في واحد اصابته خفيفه، والله العظيم يدعسوا عليه، مو هامهم للضباط لما يجي ضابط من عندهم تكون حالته مخطره، والله العظيم يسحبوا دم من العالم يسحبوا دم يبلشوا يعطوه. والله العظيم كثيرا من الجرائم. والله ما تيجوا على سوريا وتشوفوا اوضاع سوريا لا تصيروا تبكوا من دموع من عيونكم على الاوضاع اللي بسوريا، في حمص، في درعا، بكل المناطق، ما في منطقه ما تضررت من سوريا، ما في منطقه هي اللي راح عرضها اللي راح هيك. والله العظيم كل شيء مناطق تاثرت في سوريا، كل شيء مناطق تاثرت. يجيبوا لنا اخبار كاذبه مع الصباحي، يقولوا لنا عصابات هاي ارهابيه لا تردوا، اللي بروح لا يعذر على قناه الجزيره، لا يعذر على القناه هاي، لا يعذر على القناه هاي، قناه مغرضه. وين قناه المغرضه؟ اذا احنا عم نشوف بعيوننا، احنا عم نروح عم نشوف بعيوننا. والله العظيم كل اجازه لما يقولوا هاي المواقف، لما رحت والله العظيم رحت على البيت، رحت قعدت يومين بالاجازه، قام منه 8 شهداء، منهم اصحابي ومنهم ما صاروا 7 ايام له تستريحوا، قتلوه، بس عرفوه صار مدني قتلوه، ذبحوا الناس ما خلوا حدا. طيب بارك الله فيك أخي الكريم وأحسن الله إليك. لعلنا نلتقي بكم قليلا لأن عندنا نقل مباشر. إذا في أي مستجدات أخي أبا بلال ممكن إن شاء الله يعني نتواصل مع بعض لنقل هذه الأحداث أو الأخبار. شكر الله لكم أخي. في كلمة أخيرة أبو بلال؟ بس بدنا أهم شيء حماية وطنية من برا، من الدول من برا، بدنا حماية من الشعب العربية. وين الشعب العربي؟ وين الشعب العربي اللي بيقول أنا عربي؟ وينه هذا اللي عم بيقول كل يوم عم بيطلع؟ شو هذا؟ قصديرية وبطيخ اللي عم بيقولوا قال بدهم شو؟ بدنا حماية للشعب السوري. احنا مش بدنا شغلات فاضية يقولون لنا عليها يوميا شغلات فاضية يقولون لنا عليها. ما عم يسوي شيء، ما عم يسوي دعم للشعب السوري، ما عم يسوي شيء. الشعب السوري يوميا عم بتقتل، يوميا قدام عيونهم، وعم نفرجيهم كل شيء.
ما عم نسوي دخل فينا. إن شاء الله أخي الفرج قريب بحول الله عز وجل، وإن شاء الله كلامكم يصل إلى من يجب أن يصل إليه، وبحول الله عز وجل يعني ثورتنا منصورة بأمثالك وأمثال هؤلاء الأبطال الذين يغارون على السوريين ويغارون على أعراضهم وعلى دمائهم وعلى أرواحهم، وينشقون عن هذا الجيش الفاسد الذي اتخذ يعني ذريعة لقتل الناس وذبحهم. بارك الله بك أخي الحبيب. يا سيدي الكريم معي. نعم نعم. أنا ماني خايف على روحي. بعرف أخي، والله بعرف أخي، بعرف يعني. أنا عم بطلع الثانيات عند رفقاتي، لو عم بكون هيك أنا ماني قادر أقعد بالبيوت، لو عم بطلع أنا حاط إنه خلص قدام ماني خايف من أي حدا، ماني خايف منهم. أنا مو قاضي بس على نفسي، أنا قاضي مشان الناس، مشان عرض الناس، لكنه عرضي ولا عرض الناس كله إنه يعني إحنا بدنا نحمي عرض الناس. مو هذا يجي الشعب هذا الجيش السوري يبلش يفضح عرض الناس. الشعب هذا الجيش اللي معه الجيش الضايمي عم بيروح بينزل اجازات ويشوف المواقع قدامه وما بيهمه اي شيء. طيب أخي، شكر الله لك وبارك الله بكم جميعا، وإن شاء الله الرسالة تصل أخي، وهي حنوزع هذه الرسالة في كل مكان في سوريا بحول الله عز وجل، والأخوة سجلوا هذا الكلام وسيصل إلى من يهمه الأمر، سواء كان ذلك مسؤول أو كان ذلك ثوار أو كان ذلك سوريين في الخارج متعاطفين مع الثورة السورية ومؤيدين لها وعاملين معها، أو أي جهة يجب أن يصل إليها بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله